السلام عليكم طلاب الصف السادس. في هذا الفيديو سنشرح درس تغيير مكونات الدائرة الكهربية. طبعا الدرس فيه هدفين. الهدف الأول إن احنا نستقصي ما يحدث عند إجراء تغيير على عدد الخلايا في دائرة كهربية، يعني بزيادة عدد الخلايا أو نقصان عدد الخلايا، ماذا يحدث في سطوع المصابيح أو ماذا يحدث لمكونات الدائرة الكهربية الأخرى. والهدف الثاني أن نستخدم الرموز لرسم مخططات الدائرة الكهربية، وطبعا ده مرتبط بالدرس رموز الدائرة الكهربية. معظم الدوائر الكهربية اللي موجودة عندنا لا تحتوي على مكون واحد، تحتوي على أكثر من مكون. يعني طبعا في دوائر كهربية بتحتوي على أكثر من مصباح، أكثر من خلية، أكثر من طنان كهربي، أكثر من محرك، وهكذا. في هذا الدرس سنتناول بالتفصيل مكونات الدائرة الكهربية وكيف تؤثر طبعا بالزيادة أو بالنقصان على سطوع المصابيح والأجزاء الأخرى. السؤال الأول: ماذا يحدث عند تغيير مكون من مكونات الدائرة الكهربية؟ طبعا احنا درسنا مخطط الدائرة الكهربية اللي هو الرموز اللي بنستخدمها لتمثيل المكونات، ودرسنا ان الدائرة الكهربية عادة بتكون متصلة على التوالي، أي التيار بيتحرك في مسار واحد. هل تغيير مكون من مكونات الدائرة الكهربية هيؤثر في المكونات الأخرى؟ بالتأكيد. إزالة المصابيح من الدائرة الكهربية أو إضافتها هيسبب تغير في درجة سطوع المصابيح الأخرى. بمعنى مثلا دائرة كهربية بتحتوي على مصباحين، أنا أزلت واحد من المصباحين دول، هل ده هيؤثر على إضاءة المصباح الآخر؟ بالتأكيد. هل أضفت مصباح ثالث للمصباحين، هل هيؤثر في درجة السطوع؟ طبعا هيؤثر في درجة السطوع. طبعا مش بس المصابيح اللي ممكن تؤثر على تغيير مكونات الدائرة، ممكن الخلايا الكهربية اللي هي البطاريات، الخلية الكهربية اللي هو العمود الكهربي الواحد اللي هو بيكون 1.5 فولت تقريبا. تمام. إضافة المزيد من الخلايا أو إزالتها من الدائرة برضه كمان هيسبب تغير في درجة سطوع المصابيح بالزيادة أو بالنقصان. طبعا هنتناولها بالتفصيل. نشاط سريع كده. سؤال: تريد سلمى وعلياء تركيب دائرة كهربائية مع طنان كهربي بجهد 3 فولت. البنتين عايزين يوصلوا دائرة كهربية مع طنان بجهد 3 فولت. اكتب المكونات اللي هتحتاجها الفتاتين. طبعا هنا هنحتاج أجزاء كتيرة طبعا أو مكونات عشان نركب الدائرة الكهربية. هيحتاجوا مثلا طنان الكهربي اللي هو الطنان اللي هيعمل أصلا في الدائرة. هنحتاج بطارية مقدارها 3 فولت، يعني الجهد الكهربي الخاص بها 3 فولت. أو ممكن طالب آخر يستبدلها مثلا بخليتين كهربيتين 1.5 فولت و1.5 فولت، يعني خليتين كهربيتين قيمة كل واحدة 1.5 فولت. طبعا هنحتاج أسلاك لتوصيل الأجزاء ببعضها، وممكن طبعا نحتاج مفتاح كهربي للتحكم في فتح وغلق الدائرة الكهربية، ولكن المفتاح يعتبر إضافي، يعني الدائرة الكهربية تتكون من طنان وبطارية والأسلاك. تمام. المفتاح مكون إضافي للتحكم في فتح وغلق الدائرة. السؤال الثاني: في أي دائرة كهربية تكون المصابيح أكثر سطوعا؟ هنبدأ طبعا نقرأ الدائرتين الكهربيتين الموجودين عندي ونبدأ نشوف أي واحدة فيهم أكثر سطوع. الدائرة ألف بتحتوي على خلية كهربية، طبعا احنا المفروض عرفنا رموز الكهربية ودرسناها، وبتحتوي على مصباحين. والدائرة باء بتحتوي على خليتان كهربيتين وبتحتوي على مصباحين. برأيكم طبعا أي دائرة كهربية هتكون المصابيح فيها أكثر سطوع؟ طبعا هتكون الدائرة باء، أكيد الدائرة باء. ما السبب؟ الدائرة باء لو لاحظنا بتحتوي على خليتان كهربيتين، يعني زيادة عدد الخلايا الكهربية اللي موجودة فيها هيزيد من سطوع المصابيح. إذن إزالة الأجزاء من الدائرة الكهربية أو إضافة المزيد من الأجزاء طبعا هيؤثر في سطوع المصابيح. أكيد طبعا إضاءة المصابيح في الدائرتين مش هتكون نفسها، هتكون إضاءة المصابيح أكثر في الدائرة اللي بتحتوي على خلايا كهربية أكثر أو مصدر كهربي ومصدر طاقة كهربية أعلى اللي هي الدائرة باء. الآن نجيب عن أنشطة المذكرة. السؤال الأول: ظلل العبارة التي تصف سطوع المصابيح في الدائرتين. طبعا عندي دائرتين 1 و2. هنقرأ الأول الدائرتين ونقرأ المخطط اللي مرسوم عندي. الدائرة بتحتوي على مفتاح مغلق، وبتحتوي على مصباح، وبتحتوي على خليتان كهربيتين قيمة كل واحدة 1.5 فولت. الدائرة الثانية بتحتوي على مفتاح مغلق أيضا ومصباح، وبتحتوي على بطارية أو خلية كهربية واحدة 3 فولت. طبعا هو بيظل العبارة اللي تصف سطوع المصابيح في الدائرتين. هنبدأ نقرأ. السؤال الأول: سطوع المصباح في الدائرة 1 أكثر من المصباح في الدائرة 2. طبعا هنلاحظ أصلا إن الجهد الكهربي اللي موجود هنا في الدائرة الأولى 1.5 فولت 1.5 فولت، يعني الإجمالي بتاعه المفروض بيساوي 3 فولت، والدائرة الثانية 3 فولت. إذن العبارة الأولى هتكون خاطئة، ليست إجابة صحيحة.
سطوع المصباح في الدائرة 2 أكثر من المصباح في الدائرة 1. طبعا خطأ، المفروض نفس السطوع. الاختيار الثالث المصباح في الدائرة 1 والمصباح في الدائرة 2 لهما نفس السطوع، وطبعا دي الإجابة الصحيحة، هما الاثنين. والتفسير هنا لأن الاثنين طبعا فيهم نفس الجهد الكهربي، مفيش اختلاف. السؤال الثاني: في المخطط التالي ما أثر التغييرات على سطوع المصباح؟ ايه التغييرات اللي هتحصل دي هتأثر على المصباح اللي موجود عندنا ازاي؟ طبعا ده شكل المصباح، ده رموز المصباح برضو. ألف: إضافة مصباح. ماذا يحدث عند إضافة مصباح آخر بالنسبة لسطوع المصباح الموجود عندي؟ لو أضفنا مصباح آخر طبعا هيقل سطوع المصباح اللي موجود عندي. طب إضافة بطارية ثالثة، لو أضفنا بطارية هيحصل طبعا هيزيد السطوع، لأن البطارية أو الخلية الكهربية بتزيد من السطوع، لأنها طبعا هتديني جهد كهربي أعلى، طاقة كهربية أكثر في الدائرة. إزالة البطارية: لو أزلنا بطارية من الموجودين طبعا هيقل سطوع المصباح اللي موجود عندي. تمام؟ يبقى الهدف من الجزء ده إننا نعرف السطوع بيزيد ولا بيقل حسب إزالة وإضافة الخلايا الكهربية والمصابيح الأخرى. السؤال الثالث: رتب الدوائر التالية من الأقل سطوعا للأكثر سطوعا. طبعا لو رتبناهم هنبدأ نقرأ برضو المخطط اللي موجود عندي. أول مخطط مصباح فقط وخلية كهربية. الثاني مصباح ومفتاح مغلق وخليتان كهربيتان. الدائرة الثالثة فيها مصباح ولكن المفتاح الكهربي مفتوح وعندي خلية كهربية واحدة. بنرتب الدوائر من الأقل سطوع للأكثر سطوع، يعني أقل واحدة فيهم سطوع طبعا اللي هيكون مفتاحها مفتوح، يبقى دي 1. بعدين طبعا اللي موجود فيها خلية كهربية واحدة اللي هي كم؟ 2، دي الموضحة بالشكل. والثالثة طبعا هتكون الأكثر سطوع لأنها بتحتوي على خليتان كهربيتان متصلتان معا، فهتعطينا أكثر سطوع للمصباح. السؤال الرابع: ضع علامة صح في المكان المناسب. السؤال الأول: إضافة المصابيح للدائرة الكهربية بيقلل من سطوعها. نركز يا شباب، إضافة مصباح أم إزالة مصباح؟ لو أضفنا مصباح في الدائرة طبعا هيأخذ من الجهد الكهربي الخاص بالبطارية، يبقى إضافة مصباح دائما هيقلل من سطوع المصابيح الموجودة عندي. يبقى إذن الإجابة عندي هتكون صواب، إضافة المصابيح في الدائرة الكهربية صح هيقلل من سطوعها. لو عندي دائرة كهربية بتحتوي على مصباح واحد وبعدين أضفنا للدائرة دي مصباح آخر، أضفنا مصباح آخر، أصبحوا 3 مصابيح. ال3 مصابيح دول هيسحبوا من القوة الكهربية، يبقى إذن هيقلل السطوع. يبقى إضافة المصابيح بتقلل السطوع. السؤال الثاني: إضافة خلايا للدائرة الكهربية يزيد من سطوع المصابيح. طبعا إجابة صحيحة، والسبب إن الخلايا الكهربية بتعطي جهد كهربي، بتعطي طاقة كهربية، هي أصلا مصدر تيار كهربي، فمصدر الكهرباء عند زيادته في الدائرة هيزيد من سطوع المصابيح، يبقى الإجابة صحيحة. السؤال الثالث: لا يؤثر إزالة المصابيح أو الخلايا على عمل الدائرة. لا يؤثر إطلاقا، طبعا الإجابة خاطئة، بيؤثر، سواء إزالة المصابيح أو الخلايا أو إضافتهم بيؤثر في عمل الدائرة. السؤال الخامس والأخير: أجرى عبد الله استقصاء للعلاقة بين عدد الخلايا والسطوع. طبعا راسم هنا على المحور الرأسي عدد الخلايا 2 4 6 8 10 12 ودرجة السطوع الخاصة بالمصابيح. ما النمط الذي تلاحظه في النتائج؟ طبعا وهنا الدائرة الكهربية اللي استخدمها يا عبد الله، الخلايا اللي موجودة عندي ده المحرك، وده صورة جرس كهربي، وطبعا عندي 3 مصابيح، وعندي طبعا مفتاح، والمفتاح مغلق. ما النمط الذي تلاحظه في النتائج السابقة؟ لو ملاحظين النمط ان درجة السطوع اللي موجودة عندي ايه اللي بيحصل لها بزيادة عدد الخلايا؟ طبعا بتزيد. يبقى اذا عندي كلما زاد عدد الخلايا بتزداد درجة سطوع المصابيح. كل ما تكون عندي أول حالة مثلا درجة السطوع الأولى عندها عدد الخلايا 2، درجة السطوع الثانية عندها طبعا 4 خلايا، وهكذا. يبقى العلاقة هنا علاقة طردية أو النمط اضطرادي، كل ما زاد عدد الخلايا اللي موجودة عندي بتزيد درجة سطوع المصابيح، يبقى العلاقة هنا علاقة طردية. ب: إذا كان لديك 4 بطاريات كل بطارية 3 فولت فكم يكون عدد الخلايا لديك؟ طبعا ده محتاج حساب، بس حساب سهل وبسيط. عندنا 4 بطاريات وكل بطارية منهم 3 فولت، ما كل بطارية 3 فولت المفروض أنا عندي هنا عدد الخلايا الكهربية، الخلية الواحدة بتحتوي على 1.5 فولت، يبقى إذن عندي هيكون موجود 8 خلايا. تمام؟ لأن ال4 بطاريات كل 2 منهم طبعا قيمتهم 3 فولت، يبقى 8 خلايا متواجدين عندي. إذا قام عبد الله بإزالة الجرس والمحرك واستخدم 8 خلايا ماذا سيحدث للمصباح؟
فسر مع العلم أن المصباح يعمل بجهد 1.5 فولت، وده هنكمله بقى في الدرس القادم إن شاء الله. كل جهاز بيعمل بكام فولت يعني. طبعا هنا لو استخدم 8 خلايا، تمام، ماذا يحدث للمصباح؟ المصباح الواحد بيعمل مفروض ب1.5 فولت، ولو ملاحظين في الخلايا الموجودة عندي في الدائرة الكهربية بيتواجد 3 مصابيح. ال3 مصابيح اللي موجودين عندي دول هيحتاجوا المفروض عشان يعملوا 4.5 فولت. يبقى إذا هيحصل إيه؟ المصابيح طبعا هيزيد سطوعها بشدة كبيرة جدا، ثم تتلف، مش هتتحمل الجهد الكهربي العالي. والسؤال الأخير ده يعتبر سؤال تمهيدي للدرس القادم إن شاء الله. ماذا يحدث لو زاد الجهد الكهربي للجهاز المستخدم عندي؟ طبعا زاد عن اللي بيحتاجه الجهاز، طبعا الجهاز بيتلف في النهاية. بكده يا شباب نكون أنهينا الدرس، موفقين إن شاء الله، وبنستكمل الحصص القادمة.